الفنانة سميرة خلوصي وصلت شهرتها لفرنسا من أول بطولة. مشوارها الفني 5 أفلام. سميرة خلوصي صاحبة أول سنة سيئة في السينما، واللي طالب الأزهر برجمها بسبب الطربوش. الفنانة سميرة خلوصي أيقونة الجمال، نجمة فيلم الوردة البيضاء اللي تخلت عن الشهرة والفن المجد الفني. هي فنانة نصها مصري والنص الآخر فرنسي، خطفت الأضواء ومسيرتها الفنية ما اكتملتش. سميرة حامد بيك خلوصي مواليد 5 يوليو 1912 والوفاة 1981. أبوها مصري من أصول يونانية، يقال إن أمها شامية. أبوها كان شغال حامد بيك خصوصي وكيل أول نيابة الفيوم، وشهد على بيع قطعة أرض باعها طلعت حرب لواحد من الناس في العشرينات. جدها خلوصي استوطن في مصر. مصر كانت مسيطرة ما زالت بفضل الله. جدها من اليونان وبعدها حصل على الجنسية المصرية. حصلت قصة حب بين والدها، يقال إنها من أصل لبناني. اتجوزوا وحصل بينهم مشاكل كبيرة وبعدين اتطلقوا وخلفوا بنت واحدة هي سميرة. وصلت الأم الفرنسية على حضانة بنتها الوحيدة. لما طلق أمها اتجوز وانشغل بحياته أولاده من الست الجديدة. قالت الأم تربي بنتها وتراعيها. سميرة اتربت في مدارس فرنسية، يعني كانت اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والإتيكيت. إنها طلعت عاشقة للفن والتمثيل والموضة. ولما وصلت سنة 1927 بدأت العلاقة بين محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم، اللي عرض عليه قصة فيلم الوردة البيضاء. كانت من تأليف والسيناريو والحوار سليمان نجيب، والتأليف كان لمحمد كريم. 3 سنين يعدوا للفيلم ده. عرض المخرج محمد كريم على عبد الوهاب ان رجاء عبده تبقى الممثلة قدامه، لكنه رفض وقعدوا يدوروا على وجه جديد. نزلوا اعلان لاختيار فتاة جديدة تقف قدام عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضاء. في الوقت ده والدتها شافت الاعلان المنشور في المجلات والجرايد. من وقتها سميرة خلوصي كان عندها 18 سنة. وقتها كان عبد الوهاب نجم النجوم. نظرا لجمال سميرة خلوصي، البشرة البيضاء والشعر الاسود والعيون السود الواسعة، كانت جميلة جدا جدا، بتجمع بين الجمال المصري والفرنسي واليوناني. توليفة جميلة. أول ما دخلت لجنة الامتحان نجحت وبدأ تصوير الفيلم. كانت المرة الأولى في حياتها إن تقف قدام الكاميرا حبتها. مشهد من المشاهد أثناء تصوير الفيلم المفروض إن سميرة خلوصي بتبكي إن والدها في الفيلم مش عايز يجوزها عبد الوهاب. المشهد عدة مرات لم يقتنع بيه المخرج محمد كريم. اضطر المخرج محمد كريم انه يعيد المشهد لاكتر من مره. بعد كده مسكها شتمها وضربها. فعل صور بكائها الحقيقي. ساعتها فتح لها شفايفها. قصة الفيلم الوردة البيضاء اللي كسر الدنيا ايرادات وفلوس اتجه اليها المنتجين والمخرجين. دخلت في فيلم قبلة في الصحراء سنة 1927 اللي كان بيعمله بدر لاما وممثلة أجنبية إيفون جوان. دي كانت أول قبلة في تاريخ السينما. لها ظهرت قبلة عبد الوهاب وسميرة خلوصي في فيلم الوردة البيضاء. اشتراك سميرة خلوصي في الفيلم أبو والدها اللي مضى على الفيلم ووافق إن هو تعمل الفيلم. الفيلم نجح، لكن الأزهر الشريف خرب الدنيا على القبلة اللي كانت بين سميرة خلوصي والفنان عبد الوهاب. طلعوا الناس والنقابات زي عبد الوهاب يبوسها وهو لابس الطربوش، وده فيه إهانة للطربوش. عدى الفيلم انتهى قالوا ازاي الطربوش رمز القومي العربية للبلد كل لابسه عبد الوهاب ويبوسها. بعد كده كان استيفان روستي بيعمل فيلم اسمه عنتر افندي سنة 1935 بطولة استيفان روستي ومختار عثمان وسميرة خلوصي. 35 لغاية 43 تعرضش عليها أي أفلام. بعد كده اتعرض عليها فيلم نداء القلب، أمينة نور الدين وسميرة خلوصي وإبراهيم حمودة، بطولة إخراج عمر جامعي. كده اشتركت في فيلم الجيل الجديد سنة 1945 بطولة حسين صدقي وسميرة خلوصي. الفيلم ده نجح كبير جدا. وانطلقت سميرة خلوصي في الأعمال. في عام 1946 شاركت الفنان حسين صدقي في فيلم عودة القافلة. قال إن الفنان حسين صدقي وسبب توبتها وبعدها عن الفن والوسط الفني، لأنها اختفت بعد الفيلم عودة القافلة سنة 1946. حواراتها ووجودها مع حسين صدقي اتكلمها عن الأخلاق والقيم والدين، اقنعها إن التمثيل حرام، اقنعها كمان باعتزال الفن. وقت ده حصلت قصة حب بينها وبين أحد كبار الأثرياء. وصل سنها وقتها ل 28 سنة. سنة 1935 لسنة 1945 الفترة دي كلها كانت متجوزة. بعدت عن الفن بعد سنة 1946. اتجوزت وخلفت واعتزلت الفن نهائيا واتحجبت. فضلت ندمانة طول عمرها على قبلة عبد الوهاب ليها. كانت بتتمنى ان ربنا يغفر لها هذا الذنب. كان عزائها الوحيد ان هي كانت صغيره، كان عندها 16 سنه، والناس ضحكوا عليها. المخرج وعبد الوهاب محمد كريم وعبد الوهاب تمت القبله. راحت سالت الازهر قالوها لا ذنب عليكي، كان سنك صغير ومش عارفه. الفنانه سميره خلوصي مع جوزها واولادها لامريكا واستقروا هناك. ولادها خدوا الجنسيه. وقفت في امريكا سنه 1981 عن عمر ناهز 70 عام. انها ظلت محتفظه بجمالها ووقارها حتى نهايه عمرها. الفنانه سميره خلوصي جميله من جميلات الفن.
في زمن الفن الجميل، الجمال الطبيعي بدون فيلر ولا بوتكس، جمال رباني كما يقولون. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.